بسم الله الرحمن الرحيم. كل مشاهدي ومتابعي قناة اتش تي في وكل متابعي حواديت رياضية، كل عام وحضراتكم بخير. بالنيابة عن نفسي وعن الأستاذ محمد صلاح وكل أسرة قناة اتش تي في بنهنئ كل الشعب المصري وكل الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي حواديت رياضية. حلقة النهاردة عن كأس مصر. كأس مصر اللي كان حديث الشارع الرياضي الفترة اللي فاتت، اللي استضافته دولة السعودية الشقيقة في الرياض. مباراة الأهلي والزمالك اللي بيبقى ليها عرس وبيبقى ليها أجواء مختلفة عن أي نهائي تاني موجود لأي بطولة مصرية ولأي فريق مصري، واللي توج بيها النادي الأهلي للمرة 39 في تاريخه. النهاردة مش هنطول عليكم، هنفرجكم الأهداف، هنفرجكم التتويج، وهنتكلم في شوية تفاصيل صغيرة كانت موجودة في اليوم ده. النهاردة حلقة كبيرة عن احتفالية النادي الأهلي وفوزه بكأس مصر المرة 39. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انتظرونا والجزء الثاني من حلقة النهاردة، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومباراة الديربي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وفوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس مصر، وحصوله على البطولة رقم 39 في تاريخه بنتيجة 2-0. هنتكلم شوية كده في الأول في التشكيل وفي الكورة، وبعد كده هنتكلم على التفاصيل اللي قلنا عليها. نادي الزمالك والنادي الاهلي كان عندهم شويه تفاصيل صغيره قبل المباراه. يعني نادي الزمالك جاب صفقات جديده، في مدير فني جديد، في تغيير مجلس اداره، يعني الدنيا عندهم لسه ما طبعتش قوي. ده الكلام اللي بيقوله الشارع الرياضي. النادي الاهلي طبعا بطوله افريقيا والصعود والنتائج اللي معموله في الدوري ولاعيبه النادي الاهلي اللي استوت خلاص. فطبعا يمكن الشارع الرياضي شويه، ويمكن الشارع الاهلاوي اكتر، كان عنده سنه ثقه كده من جمهور النادي الاهلي في لعيبته، وشويه كان في قلق من النادي الزمالك. ولكن برضو جمهور الزمالك قعد يقول احنا جبنا عبد الله السعيد، جبنا ناصر ماهر، عندنا مدير فني جديد، شويه في ثقه، او بيحاولوا ياخدوا الثقه عشان ما يقلقوش من مباراه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ولاعيبته عندهم ثقه في ثبات في التشكيل، عندهم يعني الاداء الفتره اللي فاتت والنتائج كلها نتائج كويسه وقويه، فشويه كانوا مطمنين. ولكن حصل غيابات في النادي الاهلي، من ضمنها الدبابه الماليه اليو ديانجو، كمان الوافد الجديد الفلسطيني وسام بن علي الفيرود، اللي جمهور النادي الاهلي لا ضلته فيه، زي ما قلنا الجمله دي قبل كده عن امام عاشور. مباراة النادي الأهلي والزمالك امبارح بدأت بتشكيل غريب جدا للنادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي اتخض لما لقى نص الملعب ما فيهوش مروان عطية ولقى فيه كريم ندفد. كريم ندفد لعيب راجع من الإعارة، ما بيلعبش أساسي. جمهور النادي الأهلي مش شايفه يعني بيحدث الفارق، لا أنت بتهاجم ولا أنت بتدافع ولا أنت يعني دورك إيه في الملعب، مش عارفين. بيرسي تاو من بعد بطولة أفريقيا والمستوى مش هو، وعنده بره رضا سليم، الاثنين دول ما لعبوش. وتفاجئ النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ان الراجل كولر بيلعب بنص الملعب بكريم ندفد وبيلعب طرف معاهم بيرستاو. الناحيه الثانيه ناحيه نادي الزمالك هو ما عندوش احلى من كده. شيكابالا كان قاعد بره وعبد الله السعيد في الملعب، لان الملعب ما يستحملش عبد الله السعيد وشيكابالا الاثنين عشان طبعا التقدم في السن، وكمان زيزو موجود في الملعب. والراجل قال هبدأ بعواد عشان يمكن شايف ان خبراته احسن شويه. يمكن كان في مشكله شويه في الديفنس انه بيلعب بالمسلوسي مساك تاني او قلب دفاع، برضو دي فيها قلق. فتوح رجع لمستواه تاني، وبدأت المباراه سجال. في البدايه حسينا كلنا بملل، محدش حس انه ده ماتش اهلي وزمالك او ده اللي كنا مستنيينه او دي الحاجات اللي احنا بننتظرها في ماتشات الاهلي والزمالك. ماتش كبير وكان عليه ضجه كبيره جدا جدا جدا، كلنا مستنيين بقى من الفرقتين كل حاجه حلوه، مفيش. والغريب ان احنا اكتشفنا ان نادي الزمالك في بدايه الشوط كمان بدا يمسك كوره على النادي الاهلي، ولكن شوط فقير من الناحيتين، ما فيهوش غير لقطتين بالظبط. لقطه منهم الكوره اللي شاطها زيزو وطلعها الحارس الواعد مصطفى شوبير اللي بيكمل مسيره ايوب الكره المصريه احمد شوبير، وبيطلعها الراجل بطرف ايديه من كره زاحفه من زيزو اللي اتصاب وخرج في نهايه الشوط الاول لما انكل رجله اتلوت. واللقطه الثانيه هي ركله الجزاء
اللي كانت لصالح امام عاشور من المسلوسي، وكل حكام مصر اقرت بركله الجزاء دي الا الحكم البرازيلي هو ومعاونيه في الفار اللي قالوا ان هي ما فيهاش حاجه. يعتبر الشوط الاولاني خلص ما فيهوش اي حاجه غير اللي قلت لحضراتكم عليه. بيبدا الشوط الثاني بمفاجاه كبيره جدا بنزول شيكابالا مكان زيزو. الاصابه خرجت زيزو خلاص من الملعب وبينزل شيكابالا. هل يا شيكابالا هتعمل حاجه؟ ده اللي كنا مستنيينه. النادي الاهلي زي ما هو مدربه الراجل ما رضاش يغير برده، عنده شويه ديفوهات كده الراجل دوت في شخصيته، انه من ضمن عيوبه انه بيتاخر قوي في التشكيل. يعني رايي الشخصي ان هو بيقرا الملعب متاخر جدا. تشكيل من الاول احنا شايفينه ان هو غلط كجمهور يعني، وانه اتاخر في التغييرات في الملعب. انت شايف بيرستاو مش موفق، شايف انه كهربا فرود وحيد الكره ما بتجيلوش. كهربا كان عمال يشوح بايده ويشاور الناس يقول لهم يا جماعه انا ما بتجيليش حاجه خالص. وكمان كريم نيدفيد اللي كان النادي الاهلي بيلعب ناقص بوجوده في نص الملعب. وبدا الشوط الثاني الزمالك كان افضل من النادي الاهلي، بس من ناحيه ايه يا جماعه؟ عشان بس الناس اللي بتتكلم انه الزمالك لعب كويس، هو معقول يا جماعه وصل بينا الحال ان ماتش اهلي وزمالك بنقول الزمالك كان ماسك كوره او الزمالك احسن؟ يعني ايه؟ في الاخر الكوره جوان، وفي الاخر مين اللي خدوا البطوله ومين اللي رفع الكاس. مش هينفع ان يبقى ماتش اهلي وزمالك نقول ده كانوا ماسكين كوره في نص الملعب. ولا فرصه يا جماعه، ولا فرصه للنادي الاهلي ولا فرصه لنادي الزمالك، لغايه ما كولر اخيرا حن علينا وعلى جمهوره وعمل 3 تغييرات مره واحده. نزل الوافد الجديد عمر كمال عبد الواحد، ونزل مروان عطيه في نص الملعب، وده كان مهم جدا من التغييرات المهمه جدا اللي كان لازم يعملها. ونزل بقى صاحب القضيه محمد مجدي قفشه، وخرج الراجل كريم نيدفيد وده كان لازم يخرج، وخرج عمرو السوليه، وكمان خرج بيرستاو. تغييرات كانت مهمه جدا. ومن اول ما التغييرات دي حصلت وخلاص النادي الاهلي بدا يمتلك زمام الامور، وبداوا يمشوا كوره على الارض، وبدا قفشه يشتغل ويستلم ويسلم، لغايه ما في كوره كده استلمها مجدي قفشه من بره ال 18 وعلى المغمض عمل العكسيه الناحيه الثانيه عشان يجي امام عاشور من ورا لقدام عشان يحرز هدف جميل جدا جدا في شباك عواد. وهو رايح يفرح لقى الرايه مرفوعه من الحكمه زي ما قلنا اول مساعده للحكم البرازيلي، وانتظرنا راي الفار، وكان يدوب الاوفسايد على كعب او وش رجل او مشط عبد الله السعيد زي ما جمهور النادي الاهلي بيقول. وكان بيداعب كده امبارح بيقول ان النادي الاهلي او النادي الزمالك اشترى عبد الله السعيد عشان يغطي الاوفسايد بتاع امام عاشور ويدي للنادي الاهلي الهدف الاول، ويبقى كده امام عاشور جاب اول اهدافه في نادي الزمالك. وسبحان الله وسبحان مغير الاحوال، المره اللي فاتت والماتش اللي قبل كده امام عاشور بيرتدي الفانيلا البيضاء بلاعب النادي الاهلي وبيجيب هدف في الشناوي. النهارده عصر الاحتراف امام عاشور او شمشون الجبار زي ما احنا سميناه هنا بيحرز هدف في نادي الزمالك وهو بتشيرت النادي الاهلي. وما كملناش حاجه وبعد دقيقتين بيستلم امام عاشور الكوره من كوره طويله، بيستلم وبيعمل برجله الشمال لقفشه الحريف قوي اللي ببطن رجله، بيحط الكوره من بين رجل احمد فتوح وبتروح على شمال محمد عواد عشان تبقى بدل القضيه قضيتين. وخلاص كده النادي الاهلي بالهدف ده بيقضي على امال نادي الزمالك، حتى لو هو حاول يرجع بعد الهدف الاولاني. الهدف الثاني قضى على كل طموح نادي الزمالك، وبينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بهدفين لقفشه صاحب القضيه الاولى وصاحب القضيه الثانيه، وامام عاشور الوافد الجديد او شمشون الجبار في تيم النادي الاهلي اللي قلنا عليه في الحلقه اللي قبل كده ان النادي الاهلي لقى ضلته في هذا اللاعب امام عاشور. وبينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بهدفين نظيفين، ويفوز النادي الاهلي بكأس مصر للمره 39 في تاريخه. بنقول مبروك للنادي الاهلي وجمهوره ولاعيبته ومجلس ادارته. بنشكر من هنا كمان دولة المملكة العربية السعودية على حسن التنظيم وعلى حسن الاستضافة اللي كانت موجودة. بجد أبهرونا، إخراج، تصوير، كاميرات، استقبال، حفلة اللي كان فيها عمرو دياب اللي أخيرا السن بان عليه، واللي عايزين نقول له امبارح أو جمهور النادي الأهلي ضحك شوية مع عبد الله السعيد وقال إن عمرو دياب جري امبارح أكتر من عبد الله السعيد في الملعب. مبروك للنادي الأهلي، مبروك الروح الرياضية اللي كانت موجودة ما بين اللعيبة في الملعب. حاجات بسيطة عايزين نتكلم فيها قبل ما نختم، شوية تفاصيل كده منها مثلا، وتعالوا يعني هنقولها على سبيل الدعابة، انه الزميل ابراهيم فايق كان قاعد في الاستوديو جنبه مورينيو. يعني الراجل اللي اسمه تركي آل الشيخ ده تقريبا عمل كل حاجة، اشترى كل حاجة، فعلا اشترى كل حاجة. احنا اتفاجئنا ان مورينيو نزل الملعب ماسك كاس مصر،
وعلى يمينه توتي وعلى شماله الظاهره رونالدو. ده في فانيله الاهلي وده في فانيله الزمالك. عمر جابر بيبص لقى جنبه توتي، محمد هاني وشوبير بيبص جنبه لقى جنبه رونالدو. طبعا حاجه تخض، كنا بنتفرج على الناس دي في التلفزيون، النهارده الناس دي موجوده معانا في ارض الملعب. النهارده ابراهيم فايق في استوديو التحليلي قاعد، وجنبه اعظم مدرب في تاريخ كره القدم مورينيو في الاستوديو. فالراجل تركي آل الشيخ ده عمل حاجات في منتهى الغرابه، اشترى تقريبا كل حاجه. من ضمن برضو التفاصيل الصغيره كده اللي يعني في وسط العرس الجميل اللي كنا موجودين فيه لازم يحصل حاجه كده تضايقنا. يعني الراجل شيكابالا اللي المفروض جمهور النادي الزمالك شايفه قدوه بيتكلم عليه، سايب الفرح وسايب الناس وسايب الروح الرياضيه وكل حاجه جميله، ومجلس اداره نادي الزمالك بيتلبس ميداليات للنادي الاهلي وبيشاور بايده وبيشاور مش عارف ايه وبيعمل لجمهور النادي الاهلي. انا يعني انت خلاص راجل بتبطل او مبطل، امتى هتبقى انت قدوه؟ امتى هيبقى في نبذ تعصب ومش هيبقى في فتنه؟ ايه اللي حصل امبارح؟ الامور كويسه والامور جميله وفي روح رياضيه في الملعب والناس كلها مبسوطه والناس كلها مرضيه. فيعني من هنا بنوجه رساله لشيكابالا، يعني في الايام الاخيره في الملعب حاول تزيد ذكرى طيبه لجمهور الكوره في مصر، زي ما مصر كلها النهارده بتحب حسن شحاته، جمهور مصر كلها بيحب حازم امام، الناس كلها النهارده كانت حزينه جدا على اصابه عبد الشافي. اخر حاجه عايزين نتكلم عليها وهنسيب السؤال ده لحضراتكم، هل عبد الله السعيد كان اضافه لنادي الزمالك؟ هل نادي الزمالك استفاد من وجود عبد الله السعيد؟ حسينا بوجوده امبارح. هل ده عبد الله السعيد اللي كان بيستلم ويسلم ويشوط؟ يا ترى هي كانت صفقه بس كده يعني للشو او للاعلام، ولا عشان نادي الزمالك يستفاد بيها؟ وهل ناصر ماهر هيقدر يبقى موجود يعوض غياب بعد كده انه شيكابالا ما يكونش موجود او عبد الله السعيد؟ وعلى الجانب الثاني مش محتاجين نحكي ولا نتكلم عن امام عاشور، الراجل اللي جه النادي الاهلي ومن ساعه ما جه بقاله شهور هو يقول لك هو خد كام بطوله. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لكل مصر العرس الرياضي والنهائي اللي كان كله روح رياضيه، مبروك لدوله السعوديه الشقيقه على حسن الضيافه وحسن الاستقبال وحسن التنظيم. من هنا من حواديت رياضيه بنبارك لجمهور النادي الاهلي وبنبارك لمجلس اداره النادي الاهلي والاسطوره محمود الخطيب على فوز النادي الاهلي على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين لا شيء في نهائي كاس مصر للمره 39 في تاريخه. انتظرونا وحلقات جديده في شهر رمضان المبارك ان شاء الله. انتظرونا وما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس يوصلكم مننا كل جديد. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا زي ما احنا انبسطنا معاكم في حلقه النهارده. ان شاء الله اشوفكم على خير وكل عام وحضراتكم بخير والى اللقاء.